وده هو وينج. بيفتح عينه بيلاقي نفسه في غرفة نوم، بيكون متكتف من ايديه الاتنين، فبيكون مصدوم. بيلاقي الفتاة دي واقفاله بإثارة، بعدها بتقرب منه بتعرف ان هي هتفعل البونجا بونجا علشان تقدر تسترد الطاقة الروحية اللي هو سرقها منها، وانه مستحيل يهرب منها. وبتبدأ تشرح ملابسها وتقرب من لينج، فلينج بيكون مصدوم وبيحاول يوقفها. وبعدها بنرجع قبلها بيوم، وده هو لينج بيكون شغال في مناية حارس امن. في الوقت ديت بنشوف الفتاة ديت وهي ماشية في نفس المبنى، وبتطلع عند السطح وبتقدر تستخدم قوتها الروحية وبتقطع الكهرباء. فلينج وصديقه ليه بيكونوا مصدومين. صديقه ليه اللي بيكون شغال في المبنى من قبله بيعرفه ان هو يروح يشوف ايه اللي حصل في الكهرباء. فلينج بيتضايق جدا لان صديقه بيخليه يعمل كل حاجة بنفسه، اما هو بيكون قاعد. وفعلا لينج بيبدأ ينور كشاف موبايله ويبدأ يتمشى في المناية ويشوف ايه اللي حصل. بيكون خايف جدا ليكون في لصوص في المكان بيحاولوا يسرقوا المكان، وبيبدأ يمشي لحد ما بيوصل عند السطح وبيلاقي قفل السطح مفتوح، فبيتصدم وبيتوقع ان اكيد في لصوص عايزين يسرقوا المناية. بنروح للفتاة وهي داخل السطح، بتكون واقفة وبتجمع قوتها الروحية علشان تقدر تستخدم مجموعة الكوارث وتشوف اضرارها عليها، وبتكون متوترة جدا. ولكن فعلا بتبدأ تستخدم قوتها الروحية اللي بتحيط جسمها في كل مكان. في الوقت ده لينج بيدخل السطح، فبيتصدم اول ما بيلاقي فتاة طايرة في السماء، والفتاة اول ما بتشوفه هي كمان بتكون مصدومة. الفتاة بتزعق بتحاول تبعد لينج، ولكن مرة واحدة صعقة كهربائية بتصطدم بالفتاة ديت وبتوقعها على الارض مغمى عليها. فلينج بيكون مصدوم وبيخاف، بيقرب من الفتاة بيلاقيها ان هي فتاة جميلة جدا ومثيرة. بيحاول يقرب منها ولكن بيكون محرج لانه عمره مقرب من فتاة قبل كده، ولكن بيتمالك نفسه وبيقرب منها وبيقبلها. في الوقت ده بنشوف طاقة جبارة بتخرج من بطننا وبتحيط بطننا والفتاة، ولكن لينج بيكون مش واخد باله ومركز في موضوعه. بعد كده بنروح للفتاة اللي بيكون اسمها لي. بتفتح عينيها بتلاقي نفسها في مكان غريب، بتلاقي والدتها اللي اختفت من سنين بعيدة، فبتكون فرحانة جدا. بتحاول توصل لوالدتها ولكن والدتها بتطلع تجري وبتهرب منها. لي بتحاول توصل لها ولكن مش بتعرف، والدتها بتختفي. بنروح للينج وهو قاعد بيقبل في الفتاة وبيكون مستمتع جدا وفخور بنفسه، ولكن مرة واحدة بيلاقي الفتاة لي بصاله، فبيتصدم لما بيلاقيها بصاله بكل غضب. مرة واحدة بتلزعه قلم على وشه بيقع على الأرض، فبيتصدم. بيحاول يشرح لها بيعرفها ان هي اغمى عليها، فهو كان بيحاول يساعدها ويصحيها، ولكن ليه بتكون متضايقة جدا بتزعق له وبتعرفه ان ديت كانت قبلتها الأولى، وكانت تتمنى ان هي تكون مع الشخص اللي هي حبته، ولكن هو سرق منها القبلة الأولى. فلينج بيقول لها تمام احنا كده متعادلين، دي كمان كانت القبلة الأولى ليا. ولكن ليه بتكون متضايقة جدا بتضربه بالقلم مرة تانية على وشه وبتسيبه وتمشي. فلينج بيكون متضايق جدا وقاعد بيعيط لان ليه بتكون ايديها تقيلة حبتين. بعد كده ليه بتكون ماشية في المناية وهي قاعدة متضايقة جدا، بتفتكر الشخص اللي بسببه خسرت اول قبلة ليها وبتكون متضايقة جدا. بتقعد تفتكر في ذكرياتها مع والدتها. في الوقت ده بتحس ان طاقتها الروحية بتقل، او بمعنى اصح بتمتص، بتقع على الارض وبتكون حاسة ان هي تعبانة جدا. بنروح للينج اللي بيكون روح ونايم، بيكون حاسس بالتعب وبنشوف الاشياء من حواليه بتطير. ومرة واحدة طاقته الروحية بتاعت لينج يا صديقي بتتفجر خارج جسمه وبيظهر ضوء قوي جدا. تاني يوم بنروح للينج هو قاعد في الحديقة، بيكون مش فاهم ايه اللي حصل وايه سبب التعب اللي اتعرض له امبارح، ولكن بيكون مش مركز وبيبدأ يتفرج على الصور اللي بيكون فيهم عريضات ازياء مثيرين جدا، وبيبدأ يبص على كل الصور اللي متعلقة حواليه وبيكون معجب بفتاة جدا. في الوقت ديت لينج بيشوف ليه وهي نازلة من المناية، فبيكون مصدوم وبيقول دي تلك الفتاة. في ذلك الوقت بنروح لواد سامك بيكون واقف قدام المناية، من الواضح ان هو غني جدا. اول ما بيشوف ليه بيجيب البوكيه الورد اللي كان راكنه وبيقرب من ليه وبيعرض عليها ان هي تكون حبيبته، فبترفض وبتتجاهله تماما وبتمشي. فالواد السامك ده بيتضايق، بيطلع تذكرتين لسلمى للفيلم المفضل لليه وبيعرض عليها ان هم يروحوا سويا. فليه بتبص شويه ولكن بترفضه برضه وبتسيبه وتمشي. فلينج بيكون قاعد بياكل في الشيبسي وهو في منتهى السعاده من اللي بيحصل وبيكون بيتابع الموضوع. في الوقت ده بتظهر عين غريبه في المكان، بتقول من الواضح ان استيقظ بتطور جديد، تعال نشوف مهاراته، وبيختفي مره تانية. بعدها بنروح للعمود ده اللي بيكون متعلق عليه صور للفتاه اللي لانج معجب بيها. بنلاقي ان المسامير بتتفك ومره واحده بتقع من على المنايه، فكل اللي موجودين تحتها بيتصدموا وبيجروا ما عدا فتاه مش بتلحق وبتكون مصدومه وخايفه. في الوقت ديت
لينج بياخد باله فبيطلع يجري وبيبدا يحذر الفتاه ديت، بيجري علشان يوصل لها ولكن بيكون بعيد جدا والميناء والعمود خلاص هيقع عليها. في الوقت ده بدون ان يحس لينج بيستخدم قوته الروحيه يا صديقي، بيقدر يبعد العمود ديت وبيكسره ويفتفت وبيقدر ينقذ الفتاه، ولكن لينج بيغمى عليه بعدها. فالفتاه اللي انقذها بتجري عليه وبتكون خايفه عليه. بعدها بنروح للينج بيفتح عينه بيلاقي نفسه في غرفه نوم، وبيلاقي ليه واقفاله باثاره، وبيلاقي نفسه متكتف من ايدين الاتنين واللي بتكون قدامه. فبيتصدم وبيقول لها انت مين وعايزه ايه، ولكن ليه بتقرب منه وبتعرفه ان هو سرق منها الطاقه الروحيه بتاعتها، فهي عايزه ترجعها له وبتبدا تشلح ملابسها، بتعرفه ان هما يفعلوا البونجا بونجا. فلينج بيتصدم بيحاول يوقفها وبيقول لها طب تمام نتكلم شويه الاول. فبتقول له تمام وبيسالها هي مين، فبتتضايق وبتقول له انت هتستهبل، بتستخدم قوتها الروحيه وبتطلع سيف من طاقه البرق، وبتقول له عندك خيارين، اول خيار اني اقتلك واخد الطاقه الروحيه بتاعتك اللي انت سرقتها مني، او الخيار التاني انك تتجوزني ونطور قوتنا مع بعض بما اننا تقسمنا الطاقه الروحيه في اجسادنا. فلينج بيتصدم وطبعا بيوافق على الخيار التاني وانه يتجوز من لي. بعد كده بنروح للي ولينج وهم في الاسانسير بيكونوا خارجين من الغرفه وطالعين للسطح المنايه اللي بيكون اعلى منايه في الصين. لينج بيكون متوتر جدا ومش مصدق انه هو ولي خلاص هيتجوزوا، وبعد ما لي عرفته كل شيء وعن عالم المتطورين وعن القوة الروحية اللي حاليا بقت داخل جسمه، فهو لازم يحارب المتطورين، لان المتطورين دايما الاقوى هيحاولوا يدوروا على الضعفاء علشان يقتلوهم ويستولوا على قوتهم. فبيسألها هم المفروض يعملوا ايه، فبتعرفوا ان هم دلوقتي هيتدربوا. فلي بتعرفوا ان هم دلوقتي هيطلعوا على سطح المناية ديت علشان تدربوا على المهارات الابتدائية علشان يقدر يدافع عن نفسه لو قابله اي خطر يهدد حياته. فلينج بيطمن. بعد كده بيطلعوا للمناية ولينج بيسأل ليه هل هم هيتدربوا هنا صح، فبتقول له اكيد. فبيقول لها وانا المفروض اعمل ايه دلوقتي، فبتعرفوا ان هو هينط من المناية ديت على الارض. فبيتصدم وبيقول لها انت مجنونة اكيد انا هموت، ولكن ليه مش بتسمع كلامه، بتزقه وبترميه من على المناية. فلينج بيتصدم بيكون مش عارف يتصرف ازاي، بيحاول يستخدم قوته الروحية اللي استخدمها من قبل ولكن بيكون مش عارف يستخدمها ازاي، بيكون خلاص هيقع وبيقول شكلي هموت، الفتاة ديت غدرت بيا علشان تحصل على قوتي، وبيكون هيعيط وبيفضل يصرخ. ولكن تفتكر ان هو هيموت يا صديقي؟ اللي هي والله مرة واحدة ليها كمان بتنط من المناية، بتقرب من لينج وبتقرب منه وبتحضنه، بتعرفه ان هي مستحيل تأذيه لان هي وقعت في حبه وبتقبله. مرة واحدة لينج بيقدر يستخدم قوته الروحية، بيطلع له جناحات وبينزل على الارض بالسلام. مش بس كده كمان بيطير وبيقرب من القمر وبيكون شايل ليه وبيعرفها ان هو شخص كاريزما. هل هي وقعت في حبه بجد؟ فليه بتكون وشها احمر ومحرجه جدا وبتقول له نزلني، فبيقول لها لا خلينا طايرين شويه. فبتتضايق بتستخدم قوتها الروحيه وبتطير، بتمسكه وبتوقعه على المنايه من تاني، بتعرفه ان لو هو اتغر من نفسه او شايف ان مفيش حد اقوى منه فهو بيتوهم لان في كتير اقوى منه. بتحذره ان هو يبين طاقته الروحيه لاي حد لانه ممكن يهدد حياته بالخطر، وبتفضل تخنق فيه وتعاقبه. فلينج بيكون مصدوم وبيعرفها ان هو مش هيعمل كده تاني وبيعتذر منها. بعد كده بتبدا تحكي له عن المتطورين، بتعرفهم ان دولت اشخاص بيقدروا يحصلوا على الطاقه الروحيه في سن مبكر جدا علشان هم بيبقوا مميزين عن البشر العاديين، وهم بيختفوا مع البشر في الاماكن اللي هم عايشين فيها، وبيبداوا يصطادوا المتطورين الاضعف منهم علشان يقدروا يتغذوا على الطاقه الروحيه. ولكن في بعض المتطورين مش بيفرق اي نوع هو حابب بيتغذى على جميع البشر. ولكن في احد الايام في شخص عمل منظمه، والمنظمه ديت بقى يصطاد المتطورين الاضعف منه ويخليهم يبقوا خدام عنده ويصطادوا البشر العاديين وياكل لحمهم علشان يقدر يتغذى. بعد كده بنروح للمكان الغريب ديت، بنشوف المعلم ديت وهو قاعد بيكون حاسس بطاقه لينج وبيقول طاقه السلف الاول ظهرت انا لازم احصل عليها. بينادي على المساعده بتاعته اللي بتكون قاتله مأجوله. بيعرف ان هو لقى الشخص المناسب وبيأمرها ان هي تدور عليه وتجيبه حي علشان يقدر يستحوذ على طاقته
طاقته الروحية. فالقاتلة بتقول له تمام، وفعلا بتبدأ تنطلق وتدور على لينج. تاني يوم بنشوف الواد السمج هو بيكون واقف ومستني ليه، واول ما بتيجي بيتصدم لما بيلاقيها مع لينج وبيكون متضايق جدا، ولكن بيقرب من ليه بيرحب بيها وبيعرض عليها ان هم يخرجوا في موعد غرامي سويا. ولكن ليه بتقول له انا اسفه، انا حاليا مرتبطه بلينج واننا خلاص هنبقى زوجين، مش بس كده كمان احنا قضينا ليله كامله في غرفه الاوتيل. فبيتصدم وبيقول ليه، بيمسك لينج وبيقول له على فكره الفتاه ديت تخصني انا وبس، ابعد عنها. فلينج بيكون مصدوم، ولكن في الوقت ديت ليه بتضرب الواد السمج وبتوقعه على الارض، بتعرفه ان لينج ده بيكون زوجها وانه المفروض يبعد عنه، لان لو ما بعدش عنه فهي هتخلص عليه. فالواد السمج بيكون مصدوم ومش مصدق ان هي رفضته. بعدها بنروح للكافيه ديت، وليه بتكون بتزعق للينج وبتقول له ايه التليفون الحقير اللي انت ماسكه ديت. بتجيب له موبايل جديد تاتش حديث يا صديقي، وبتعرفه ان هي سجلت رقمها ومعلوماتها هي بس، وانه التليفون ديت هيكون ليها هي وبس ويكلمها هي وبس. فلينج بيكون فرحان جدا باهتمام ليه. فلينج بيكون في منتهى السعاده لان بيشوف اهتمام زوجته المستقبليه. بعد كده ليه بتبدا تعرفه عن مراحل التطوير وازاي يكثف قوته الروحيه ويطورها. بعد كده ليه بتعرفه ان هم لازم يتطوروا في اسرع وقت ويطوروا نفسهم وقوتهم الروحيه، ولكن بتتضايق وبتعرفه ان هم الاتنين كل واحد صعب ان هم يطوروا من نفسهم لوحدهم، لازم يكون احنا الاتنين سويا. فبتقول خلاص مش مهم، وبتطلب من لينج ان هو وبتكون هتمشي، ولكن لينج بينادي عليها بيقرب منها وبيطلب منها ان هي تحجز غرفه في الاوتيل النهارده علشان يقضوا اليوم ويفعلوا البونجا بونجا، قصدي يا صديقي ان هم يعني يتطوروا. فبيبص على ليه بيلاقيها متضايقه جدا وبتتعصب، فبيعتذر منها وبيخاف منها، بيكون هيمشي ولكن ليه بتمسك ايده وبتقول له تمام يلا بينا نروح دلوقتي. والاتنين بيطلعوا يجروا يا صديقي وهم في منتهى السعاده. بنروح للقاتله المأجوره وهي بتدور على الشخص ان المعلم امرها ان هي تدور عليه. بتكون متحمسه جدا وبتوصل للمكان اللي لينج استخدم فيه قوته لاول مره، وبتقول الطاقه الروحيه ظهرت هنا. بتكون متحمسه جدا عشان توصل للشخص اللي هي بتدور عليه. بتفضل تبص في المكان على الاشخاص ولكن بتلاقيهم ان هم عديمين الفايده وعديمين الطاقه الروحيه، مش بتلاقي اي حد. فبتقرر ان هي تستخدم سلاحها السري. بتبدا تنشر صورها يا صديقي المثيره والجميله والرائعه في كل مكان، وبتبدا تستخدم تعاويذها على الشباب الموجودين في المكان. وفعلا بتبدا تقعد مع عدد كبير جدا من الشباب وبتقابلهم. كل الشباب دولت بيكونوا معجبين بالقاتله، ولكن القاتله بتلاقيهم عادي من الفايده وبدون طاقه روحيه، وبتفضل تضرب في واحد تلو الاخر لانهم بيكونوا عايزين يفعلوا البونجا بونجا. وبعدها بنشوف القاتله وهي متضايقه جدا ومتعصبه لان كل الشباب طلعوا حرفيا عباره عن منحرفين وما عندهمش طاقه روحيه، وكمان الوقت عدى وما لقيتش لينج. في نهايه اليوم بتتوصل ان هي هتستخدم سلاحها السري التاني، وبتكون متضايقه جدا لان لو سلاحها السري فشل هي هتدور على خطه اذكى. وبالليل بنروح للينج وهو بيكون نايم في غرفته. بيلاقي صديقه لين وهو قاعد بيتكلم فتاة على النت، وبيكون مطيع جدا لابعد الحدود مع الفتاة ديت. فلينج بيتصدم وبيشوف ان صديقه تم لعنه من قبل الفتاة اللي هو بيكلمها. وفعلا الفتاة دي بتطلب من لين ان هو يقابلها دلوقتي، فليه بدون اي وعي منه بيروح علشان يقابلها. فلينج بيتصدم، بيقرر انه يروح ورا صديقه علشان يقدر ينقذه قبل ما الفتاة دي تعمل فيه حاجة. بعدها بنروح للي وهو قاعد ماشي وبيدور على الفتاة وهو مغيب للوعي تماما. وبنروح للينج وهو بيكون ماشي ورا لي وبيكون خايف عليه جدا. في الوقت ده لي بيوصل عند القاتلة اللي بتكون متنكرة. بتبدأ تستخدم قوتها وبتعرف ان هو الشخص ديت ما عندهوش طاقة روحية، فبتتضايق جدا وبتاخد بعضها وبتمشي. ولكن ليه بيفضل يقول لها انا بحبك وبيفضل يقرب منها. فالقاتلة بتتضايق وبتهجم عليه وبتضربه وبتبعده. في الوقت ده بيظهر لينج قبل ما صديقه يقع على الارض وبينقذه، وبيستخدم طبعا طاقته الروحية. فالقاتلة اول ما بتشوفه بتكون فرحانة جدا وبتقول اخيرا انا لقيت الشخص اللي انا بدور عليه. فلينج بيكون مش فاهم اي حاجة. مرة واحدة بيلاقي صديقه بيقول له انت ملاك الحب، انت اللي انقذتني. بيفضل يتلزق فيه وبيقول له انت حبيبي. فلينج بيتصدم وبيبعد عنه. بيبص على القاتلة بيلاقيها ان هي اختفت تماما. فلينج بياخد بعضه وبيطلع يجري من المكان لان صديقه بيكون اتهبل حبتين. ولكن اثناء وهو بيجري القاتلة بتكون طايرة حواليه وبتضربه بسهم الحب وبتقدر تسيطر عليه وبتقدر تلعنه. فالقاتلة بتقول له بشكل مثير جدا يا حبيبي انا مستنياك في سطح المناية، تعالى بسرعة. فلينج بدون اي
الوعي منه بيروح عند المناية. بيفضل وهو رايح يكرر انا بحبك انا بحبك لحد ما بيوصل للمناية وبيوصل عند القاتلة وبيقرب منها. فالقاتلة بتكون فرحانة جدا، بتجهز تعويذة علشان تقضي عليه وتقتله. ولكن في الوقت ده لينج بيركع وبيعرض عليها ان هي تتجوزه لانه من اول ما شافها وقع في حبها. فالقاتلة بتكون مصدومة لما بتلاقيه بيطلع قطعة لحم وبيقول لها ده مهرك يا عروسة. فالقاتلة بتكون مصدومة، بتلاقي لينج بيقرب منها وعايز يقبلها، فبتكون متضايقة جدا، بتتصدم، بتستخدم قوتها وبتضربه بوكس، بتبعده وبتوقعه على الارض. بتكون متضايقة جدا، بتستخدم تعويذاتها على لينج وبتفك اللعنة بتاعتها. فلينج بيفوق وبيقول هو انا بعمل ايه هنا؟ فالقاتلة بتتضايق، بتقول له ازاي مختل بتعرض عليا الجواز؟ فبيتصدم وبيقول لها ما حصلش، انا ما عملتش كده، لو ليه عرفت كده فهي هتقتلني. بعدها القاتلة بتستعد وبتطلع سيفها النار علشان تقضي على لينج. فلينج بيكون مصدوم وبيقول لها انت متطورة وعايزة تخلصي عليا صح؟ فبتقول له بالضبط. في الوقت ديت لينج بتجيله فكرة، بيقول لها ايه ده ليه انت جيتي امتى؟ فالقاتلة بتخاف وبتبص وراها، فلينج بيخدعها وبيطير وبيحاول يهرب من المكان. ولكن اقل من ثانية بتكون القاتلة وراه وبتمسكه وبتضربه على المناية. فلينج بيقوم مش بيلاقي بنطلونه، فبيكون مع القاتلة. فالقاتلة بتقول له هو فين؟ سبت البنطلون بتاعك لاي حد كده؟ فلينج بيتصدم وبيقول لها انت اللي اخدتيه. فالقاتلة بتتضايق جدا، بتجهز هجوم ضخم جدا علشان تقضي على لينج. في الوقت ده لينج بيكون مصدوم، ولكن مرة واحدة هجومها بيختفي قبل ما يوصل للينج. ايوه يا صديقي، ليه بتكون وصلت المكان؟ فلينج بيكون فرحان جدا وبيقول لها ليه بجد انت وصلتي؟ فليه بتكون متضايقة جدا وبتسأله عن بنطلونه، فبيعرفها ان القاتلة خدته عافية. بعدها القاتلة بتقول له انت ليه صح، وبتعرفها ان لينج عرض عليها الزواج من قبل بس هي رفضت. فليه بتتصدم وبتقول له عرضت عليها الزواج. فلينج بيخاف وبيقول لها لا ما حصلش، كدابة، هي ضحكت عليا. فليه بتكون متضايقة. فالقاتلة بتقول لها اكيد، ما انا اجمل منك واحسن منك. والاتنين بيقعدوا يا صديقي يتخانقوا وبيسيبوا القتال على جنب، وكل واحدة بتقول ان هي احسن من التانية، وكل واحدة بتقول انا هتجوز لينج. لدرجة ان هما الاتنين بيمسكوا لينج في نفس الوقت وبيقربوا منه، بيقولوا له هو انت هتتجوز مين فينا؟ فلينج بيكون مصدوم ومش عارف يرد عليهم. فالاتنين بيتضايقوا، هما الاتنين بيضربوه وبيبعدوه. بعد كده القاتلة بتتضايق جدا وبتقول لها انت في مرحلة التكثيف، التانية ازاي عايزة تهاجميني وتقضي عليا؟ ده انا في مرحلة التكثيف التالتة. فبتقول لها وريني اخرك. وفعلا الاتنين بيبداوا يستخدموا قوتهم وبيستعدوا للهجوم على بعض. في الوقت ديت لينج بيفتكر كلام ليه لما عرفته ان هو لو في يوم من الايام واجه متطور اقوى منه فهو الحل الوحيد انه يهرب، لانه مستحيل يقدر يهزمه، فيهرب قبل ما يقتله وينجو بحياته. بنرجع للحاضر والفتاتين بيبداوا القتال يا صديقي. الاتنين بيهجموا على بعض بهجمات مميتة حرفيا، والاتنين بيبداوا يتصدوا لبعض. ولكن من الواضح ان القاتلة بتكون امهر من ليه، بتقدر تسيبها وبتجرحها، ولكن ليه بتكون اذكى، بتخدعها وبتضربها. بعدها بتكلم لينج، بتعرفه ان هو يهرب من هنا فورا، فبيقول لها مستحيل اسيبك. فبتعرفه ان هي تقدر تسيطر على القاتلة، وبعدها هيتقابلوا في الفندق. فلينج بيسمع كلامها وفعلا بيطلع يجري ويهرب من المكان. بعد كده القاتلة بتتحمس جدا وبتبدأ تهجم على ليه بهجمات سريعة. فليه بتكون مصدومة، بتحاول تصد هجماتها، ولكن القاتلة حرفيا بتكون في مستوى تانية وبتكون مجنونة من القتال. بتهجم على ليه بهجمات قاتلة جدا وبتقدر تجرحها. ومش بس كده، كمان بتمسكها وبتعرفها ان هي مستواها ده مستحيل تقف قدامها، وبترزعها على المناية وبتفضل تضرب فيها. تستخدم الكرباج الناري يا صديقي وبتفضل تجلد في ليه. بعدها القاتلة بتجهز هجمة اللهب عشان تقضي على ليه. فليه بتكون مصدومة، بتحاول تتصدى للهجمة ديت، ولكن بتحس ان طاقتها خلاص بتنهار. تفتكر يا صديقي ان لينج هيوصل لليه وينقذها ويرجع؟ قولها معايا يا صديقي. لا والله، ده بيكون مستمر في الجري وبيكون خايف على نفسه ومش عارف يعمل ايه. بعدها بنرجع لليه اللي اخيرا قدرت تصد الهجمة ديت بصعوبة، وبتقع على الارض وبتكون مش قادرة تتمالك نفسها. في الوقت ديت القاتلة بتقرب منها، بتعرفها ان خلاص حبيبها مستحيل يجي ينقذها، وان هنا نهايتها هتكون. عرفها ان هي بعد ما تقتلها هتروح تفعل البونجا بونجا مع حبيبها، وبعدها هتتجوزوا. وبعدها بتجهز السهم القاتل وبتهجم على ليه علشان تخلصها. فليه بتكون مصدومة ومتوقعة نهايتها وبتغمض عينيها، ولكن مرة واحدة بتحس ان في حاجة جت على وشها. بتفتح عينيها بتلاقي ان لينج يا صديقي وصل للمكان
لانه خدت ضربة في قلبه هو وانقذها. بيقع على الارض جنب لي، بيعرفها ان هو اول ما شافها وهو واقع في حبها وبيتمنى ان هي تكون زوجته في المستقبل. بيعترف بحبه ليها، فليه بتكون مصدومة، بتبدأ تعيط لان هي كمان بتكون وقعت في حبه وبتكون زعلانة جدا ومنهارة. في الوقت ده القاتلة بتمسك لينج وبتضربه وبتبعده عن لي. بعدها بتروح للي وبتفضل تضرب فيها قدام لينج، فلينج بيكون ما عندهوش اي طاقة يدافع عنها وبيفقد الوعي. بعدها لينج بيفتح عينه، بيلاقي نفسه في مكان عامل زي الاكوان، بيبص قدامه بيلاقي الشخص ديت، وده يا صديقي بيكون السلف الاول والخالد رقم 1. فلينج بيكون مصدوم ومش مصدق ان الشاب ديت هو خالد. فالشاب ده اللي بيكون اسمه تشياو بيطلع سيفه، وبمجرد ما بيهز السيف بيقسم الكون اللي جنب لينج. فلينج بيكون مصدوم وبيتاكد فعلا ان ديت هو الشخص السلف الاول تشياو. بعدها تشياو بيعرفوا ان هو حاليا بقى حفيده، وان هو بقى وان هو عنده الطاقه الروحيه للسلف الاول، وعلشان كده هو هيساعده لانه بيحتوي على طاقه اسطوريه ونادره جدا نقيه 100%. بيعرفوا ان هو بعد ما تم اصابته اصابه خطيره جدا وانه كان على فراش الموت، فهو كده هيديله الطاقه بتاعته بالكامل وهيصبح متطور خالد. فلينج بيكون مصدوم. بعدها السلف الاول بيبدا يجهز طاقته وبيديها لينج، وبيعرفوا ان هو حاليا لازم يكون اقوى علشان يحمي الاشخاص الغاليين عليه، وبيودعه ويسيبه. فلينج بيكون مصدوم. بعدها لينج بيبدا يفوق، بيفتكر ذكرياته وازاي ليه بقت تساعده وخطرت بحياتها علشان تنقذه، وان هي اتأذت كتير. بيشوفها وهي بتكون خلاص على وشك ان هي تموت. تفتكر ان هي هتموت يا صديقي؟ قولها معايا. لا والله، مرة واحدة بيحصل انفجار ضخم جدا في المكان، انفجار طاقة يا صديقي بطلنا لينج اللي بتحوط بطلنا، وبيقدر ينقذ لينج من القاتلة. ولينج بنشوفه هو بيكون على شكل السلف الاول وبيكون متطور جدا. فالقاتلة اول ما بتشوفه حرفيا بتترعب وبتعين ان يواجه شخص بالقوة ديت. هو ازاي حصل على القوة ديت في وقت قصير جدا؟ بتكون مرعوبة. ولكن لينج بيكون واقف مع لي وبيطمن ان هي بخير. ولكن القاتلة بتتضايق جدا، بتستخدم سيفها وبتهجم على لينج علشان تضربه، ولكن بات بمجرد انه بيرفع صبعه بيلغي هجومها حرفيا وبيدمر السيف. فلينج بتكون مصدومة، بتقع على الارض من الاصابات اللي هي اتصابتها في الهجوم، وبتعرف ان هي ديت نهايتها. فبتقرر ان هي ترمي نفسها من المبنى، وفعلا بتقرب من المبنى وبتعرف ان هو شخص قوي جدا وبترمي نفسها. ولكن المفاجأة ان لينج بينط وراها وبينقذها، بيطلعها على المناية، بيعرفها ان هي فتاة جميلة جدا وطيبة القلب. هما كانوا بيتقاتلوا عادي، فهي ليه عايزة تقضي على حياتها. فالقاتلة بتكون مصدومة وبتقول له انت شخص طيب القلب. بتعرفه ان هو ما يعرفش عنها اي حاجة، بتسيب المكان وبتهرب. في الوقت ديت ليه بتمسك لينج من ودانه وبتقول له انت عندك القوة الروحية ديت من ايه؟ من امتى؟ انت بسرعة. فلينج بيتوتر وبيفتكر وعده للسلف الاول وانه مش هيقول على قوته الحقيقية. بيبدأ يألف لها اي كلام ويعرفها ان القوة ديت حصل عليها بالصدفة. ولكن ليه بتكون مش مصدقاه، بتضربه على دماغه وبتقول له انا حجزت غرفة للاوتيل علشان اعرف مصدر قوتك الحقيقية، وبتسحبه على الاوتيل. وبعدها في غرفة الاوتيل ليه بتقفل الغرفة وبتقول له يلا قولي حصلت على طاقتك الروحية امتى وازاي وفين. فبيتوتر ولكن بيبدأ يلف ويدور عليها وبيكذب عليها. بيعرفها ان الاله القوة عطاله القوة دي علشان ينقذ زوجته المستقبلية. فليه بتكون مش مقتنعة، بتقرب منه وبتقول له في الحالة ديت انا لازم اشوف الطاقة الروحية ديت بنفسي. فلينج بيترعب. بعد كده لينج بيلاقي نفسه متكتف على السرير للمرة التانية، بيلاقي ليه قدامه وهي بتقرب منه. بتعرفه ان هي هتعرف طاقته الروحية بنفسها، بتقرب منه وبتقبله. بعد كده ميا بتتنقل لعقل الباطن للينج، ولينج هو كمان بيتنقل لذكريات ليه. بعد كده لينج بيصحى بيلاقي نفسه على جزيرة غريبة، بيشوف ذكريات ليه مع والدته وقد ايه هم كانوا عايشين حياة سعيدة جدا. في شيء تحت الارض بيبلعه، فبيلاقي نفسه في مدينة حرفيا مشتعل النار فيها في كل حتة. بيسمع صوت صراخ ليه فبيتصدم وبيطلع يجري وبيكون عايز يوصل ليه وينقذها. بعدها بنروح للمكان ده اللي بيكون فيه الشيطان ديت بيقرب من ليه وبيكون عايز يخلص عليها. في الوقت ديت لينج بيكسر الباب وبيدخل، بيوصل عند ليه علشان يحميها. وبعد كده الاتنين بيفوقوا بيلاقي نفسهم نايمين على السرير، وبيشوف ليه وهي قاعدة منهارة وبتعيط. فلينج بيحضنها وبيواسيها لان الماضي بتاعها بيكون مؤلم جدا. بعدها بتبدأ تحكي له عن حياتها وبتعرفه ان هي كانت ابنة عيلة غنية
جدا كانت تحتوي على 24 سلاح أسطوري من الطاقة الروحية، ولكن في ذات يوم ظهر شخص غريب في القرية دمرها بالكامل، قضى على عائلتها وسرق كل الأسلحة ما عدا السلاح بتاعها وهو السلاح السماوي البرقي، وإنه حاليا بقى الشخص ديت من أقوى المتطورين، وإنه مش بس كده كمان بقى عنده قوة جبارة، وإن هي في مستواه حاليا مش هتقدر تهزمه أبدا ولا تقرب منه. بتكون زعلانة جدا، ولكن لينج بيقرب منها وبيعرفها إن هو موجود هنا وإنه هو زوجها وإنه موجود هنا علشان يحميها وإنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحميها. فليه بتتوتر جدا، بتقرب من لينج وبتقبله. فلينج بيكون في غاية السعادة ومش مصدق إن الفتاة ديت أخيرا اعتبرته إن هو زوجها ووقعت في حبه. ويا بختك يا ابن المحظوظة. بعدها الاتنين بيبدأوا يستمتعوا بوقتهم، والليل بيكون مش زي أي ليل خالص. بعد مرور كام ساعة لينج بيكون ماشي في الشارع وهو في غاية السعادة لأن أخيرا ليه أثبتت له إن هي بتحبه. بعدها بيروح للسكن بتاعه، وأول ما بيدخل بيلاقي صديقه بيعرفه إن في ضيوف، فبيبص على السرير وبيلاقي إن القاتلة اللي أخيرا عرفنا اسمها بيكون سو بتكون قاعدة على السرير بتاعه لابسة لبس مثير جدا. بتعرفه إن هي مستنياه من فترة طويلة، بتقول له أهلا بعودتك يا زوجي. فلينج بيتصدم، بعدها بيسألها هي بتعمل إيه هنا، فبتعرفه إن هي ما عندهاش أي مكان تاني، وبما إن هي هتكون زوجته التانية وهو عرض عليها الزواج فهي هتنام جنبه على نفس السرير. فلينج بيتوتر، ولكن صديقه بيقرب منه وبيعرفه إن هو ممكن يسيب لهم الغرفة ويطلع يتمشى شوية. فسو بتعرفه إن هو يعمل كده لأنهم لازم يفعلوا البونجا بونجا، ولكن لينج بيمسك في صديقه وبيعرفه إن هو يفضل موجود وبيكون متوتر جدا. تاني يوم بنشوف سو هي في المكان وبتكون واقفة ومتضايقة جدا. بتلاقي الشخص ده وهو بيقدم لها وردة وبيكون عايز يخرج معاها، ولكن بيكون مش لوحده، بيكون في طابور كامل من الشباب يا صديقي موهمين من جمال سو، ولكن سو بترفض كل ديت وبتكون مستنية لينج. في الوقت ده سو بتنزل من المناية، بتلاقي الواد السمج وهو واقف، واول ما الواد السمج بيشوفها بيعجب بيها جدا اكتر. بيقرب من ليه وبيقدم لها الخاتم، بيعرض عليها ان هما يتجوزوا. ليه بتكون مش مركزة مع الواد السمج، بتبص على سو اللي هي القاتلة وبتكون متضايقة جدا من وجودها. في الوقت ده لينج بيكون متوتر جدا، بيشوف سو بيرحب بيها. فليه اول ما بتشوفه بتقرب منه وبتقول له اهلا بعودتك يا لينج. فلكن سو بتجري على لينج بتحضنه وبتطلب منه ان هما يخرجوا يشاهدوا فيلم في السينما، وبتقرب منه وتحضنه. فلينج بيتصدم، ولكن الكل الشباب اللي بيكونوا معجبين من سو يا صديقي هما كمان بيتصدموا وبيقعوا على الارض. فليه بتتضايق جدا وبتحس ان الفتاة دي هتاخد زوجها منها، فبتقرب هي كمان وبتحضن لينج، والاتنين بيبداوا يتخانقوا. بنروح للواد السمج وهو واقع على الارض، بيكون مصدوم جدا لانه شايف ان الفتاة اللي هو بيحبها وفتاة اجمل منها بيتنافسوا على شخص فقير. بعدها بنروح للفيلم الرومانسي اللي بيكون شغال في السينما وبيكون الكل مبسوط. بنروح للينج وبتكون ليه وسو بيكونوا ماسكين فيه. مرة واحدة سو بتقرب من لينج وبتقبله، فليه بتتضايق جدا وبتقرب منه وبتقبله، والاتنين بتشتعل بينهم طاقة الحرب وبيبداوا يتنافسوا على لينج اللي بيكون مصدوم ومش عارف يعمل ايه. في نهاية اليوم بيكونوا خارجين من السينما والجو بيمطر، كل شخص بيدي الجاكيت لحبيبته، فلينج بيكون مصدوم. في الوقت ديت ليه وسو هما الاتنين بيجروا بياخدوا الجاكيت، بيفضلوا يشدوا فيه حد ما بيتقطع، ولينج يعني بيقع على الارض فبيكون مصدوم. بعدها الفتاتين بيجروا وبيحضنوا لينج وبيقولوا له انت بخير يا حبيبي، فلينج بيكون مصدوم. تاني يوم بنشوف لينج وهو بيكون ماشي وبيكون جايب هدية لعيد ميلاد ليه، وبيكون متوتر جدا لانه اول مرة يجيب هدية وبيكون ماشي. في الوقت ده الواد السمج بيكون جايب شوية بلطجية علشان يضربوا بطنة عشان هو قدر يخطف الفتاة اللي هو بيحبها. وفعلا لينج وهو ماشي بيلاقي السمج بيشاور عليه وبيعرف البلطجية ان هو ديت يكسروا عظمه، وفعلا البلطجية بيقفوا حوالين لينج وبيقطعوا عليه الطريق. فلينج بيتصدم، بيسألهم هم عايزين منه ايه، فبيعرفوا ان هم هيكسروا عظمه. فلينج بيتصدم ولكن بيخدعهم وبيقول لهم بصوا كده وراكم، فالاغبياء بيبصوا. فلينج بياخد بعضه وبيطلع يجري، فالبلطجية بيتضايقوا جدا وبيطلعوا يجروا وراه. فلينج بيحاول يهرب منهم، ولكن واحد فيهم بيقدر يكعبله ويوقعه على الارض لدرجة ان الهدية اللي في ايده بتقع. في نفس الوقت بتكون ليه وسو في المكان، فبيشوفوا حبيبهم وهو بيتأذى، فبيتصدموا. مرة واحدة سو بتتدخل وبتضرب الشخص ديت وبتضربه، بتقوله ازاي تتجرأ على لمس زوجي، ولكن مش هي لوحدها، ليه هي كمان بتضرب البلطجية، والفتاتين بيبداوا يضربوا في البلطجية
الزجاجية وحرفيا بيكسروا عظمهم وبيوقعوهم على الارض. وبعد كده سو ولي بيجروا على لينج عشان يطمنوا عليه وبيقولوا له انت بخير يا حبيبي. في الوقت ديت الواد السمك بيكون شايف اللي بيحصل، بيقع على الارض وبيكون مصدوم. بعدها بيفضل يصوت ويعيط زي الاطفال ويقول اشمعنى انا. بعد كده لينج بيقرب من لي وبيديها هدية عيد ميلادها، بيعرف ان هو اول مرة يشتري هدية للفتاة فيا رب تعجبها. فبتفتح الهدية بتلاقيها ان هي جوارب للايدين في الشتاء، فبتتوتر جدا وبتشكره على الهدية لانها بتكون من الواضح عجبتها جدا. في الوقت ديت سو بتشوف ان لينج مهتم بليه اكتر منها، فبتتضايق جدا لانها دايما عايشة لوحدها، فبتتضايق جدا وبتمشي. في الوقت ده المعلم بتاعها بيكون شايف اللي بيحصل وبيقول لها من الواضح انك فتاة عديم الفهم، وبيكون متضايق جدا. في الوقت ده لينج بياخد باله ان سو ماشية وبتكون متضايقة جدا، فبيفتكر نفسه لما كان دايما بيكون لوحده، فبيجري وبيقرب منها وبيعرض عليها ان هما يكونوا اصدقاء. فبتتضايق جدا وبتعرف ان هي بتحبه وان هي عايزة تحصل عليه لنفسها وبس، فبيعرفها ان هما ممكن يبقوا اصدقاء دلوقتي وبعدها يشوف الموضوع ديت. ولينج بيعرفها ان هو حاسس بيها، عارف ان هي دايما عايشة في عالم كبير جدا لوحدها وان هو عايز يكون صديق ليها. فبتتوتر جدا وبتحس ان هي وقعت في حبه بجد وبتكون محرجة وبتوافق ان هما يكونوا اصدقاء. في الوقت ده ليه بتقول له ابعد عنها وبتكون حاسة بالغيرة يا صديقي. بعدها بنروح للمدرسة الثانوية ديت، بنشوف شخص مع فتاة وهم قاعدين بيتشاقوا وبيفعلوا البونجا بونجا. في الوقت ده بيوصل المعلم اللي هو الكاهن، بيكون متضايق جدا وبيشوف الفتاة والشاب، فالشاب بيحاول ينقذ حبيبته ولكن في النهاية المعلم بيقضي عليهم هما الاتنين. بعد كده سو بتوصل عند المكان المعلم بتاعها، بيكون هو كمان وصلوا معاه جثث الطلاب. بعدها المعلم بيسألها عن مهمتها، هل هي تخلصت من الشاب ديت؟ فبتتصدم وبتتوتر، بتعرف ان هي فشلت في المهمة وان هي لسه ما لقيتهوش اصلا. فبيعرف ان هي بتضحك عليه، فبيعرف ان هي قدامها 24 ساعة تقدر تلاقي الشاب ديت وتجيب له جثته. فبتتصدم وبتضطر ان هي تسمع كلامه. بعدها بنروح للينج وهو وسط الغابة، بيكون مستني سو لانها طلبت منه ان هم يتقابلوا في الغابة. بعدها سو بتوصل وهي لابسة لبس ممرضين يا صديقي مثير جدا. بعدها بتقف له، بتبدأ تشلح ملابسها وبتعرفه ان هم لازم يفعلوا البونجا بونجا. فبيتصدم وبيرفض، بيقول لها ما اقدرش اخون ليه لانها لو عرفت هتقتلني. فبتقول له لا انت لازم تفعل البونجا بونجا. فبيرفض، فبتتضايق جدا وبتستخدم سلاحها وبتهجم على لينج، ولكن لينج بيقدر يصد هجمتها لانه بيكون يا صديقي تطور اكتر لدرجة ان الشجرة اللي وراه بتتقطع. بعدها بيبدأ يتفادى هجمات سو اللي بتهجم عليه وبتكون عايزة تقتله، ولكن لينج بيبدأ يعرفها ان هو مستحيل يقاتلها. فبتتضايق جدا وبتجهز هجمة نارية علشان تقضي عليه، ولكن بتقرب منه ومش بتقدر تهجم عليه. فبيحضنها وبيعرفها ان هو مستحيل يهجم عليها لان هي بتكون صديقته المفضلة. فسو بتتضايق جدا وبتبدأ تعيط، بتعرفه ان هي خايفة عليه لان المعلم عايز ينهي على حياته. في الوقت ده بتوصل ليه، بتكون حاسة بالغيرة وبتقول لها بعيدي عن زوجي. بعد كده سو بتبدأ تعرفهم كل حاجة، بتعرفهم ان المعلم بتاعها امرها ان هي تحصل على قوة لينج باي طريقة. بتحكي لهم عن قوة المعلم ديت وان المعلم ده بيكون في مرحلة التاسعة التكثيف، وحرفيا هيوصل للي بعدها وهي الخلود، وهيحصل وهو عايز يحصل على قوة لينج ان هي بتكون قوة السلف الاول. فلينج بيقول لها طب ليه ما نهجمش عليه احنا الثلاثة ونقتله؟ فسو بتعرفوا ان ده مستحيل لان المعلم في مرحلة تانية وان من سبب المستحيل ان هما الثلاثة يقدروا يقضوا عليه. فليه بتعرفهم ان هما حاليا ما عندهمش غير خيار واحد، ان هما يتطوروا ويتدربوا علشان يقدروا يهزموا ذلك العجوز. وفعلا الثلاثة بيتفقوا ان هما لازم يطوروا من نفسهم في اسرع وقت علشان يقدروا يقضوا على ذلك العجوز. بنروح للمعلم وبيكون قاعد سامع كل اللي بيحصل وبيكون متحمس جدا وبيقول انا هستنى الفئران لحد ما تتطور. بعدها بنرجع لسو، بتعرفهم ان هم لازم النهارده ياخدوا استراحه اولا ومن بعدها يبداوا تدريب قاسي جدا. فلينج بيمسك ايد ليه، بيعرفها ان هم فعلا لازم ياخدوا استراحه. فليه بتفرح جدا وبتقول له فعلا. بتبدا تتخيل ان هم على الشاطئ وبيجروا ورا بعض وبيعيشوا حياه رومانسيه جدا. فسو بتتضايق جدا وبتقول ركزوا معايا، ولكن لينج بيكون قاعد مركز مع ليه وبس. فبتتضايق وبتضربه. بتعرفوا ان هم لازم يتدربوا لان العجوز ديت لو اكتشف امره فهم هينتهوا. بعد كده لينج بيروح لغرفة الاوتيل وبيكون مستني ليه، بيكون متحمس جدا لما بيلاقيها خارجة من الحمام وبيقول لها انا مستعد نفعل البونجا بونجا، ولكن بتضربه. بتقول له
مش وقته، مفيش وقت للرومانسية، احنا لازم نتدرب. بتعرفه ان هي هتطلب منه مهمة واحدة لو نفذها فهي هتكون ملكه اليوم، فبيتحمس جدا وبيقول لها تمام هنفعل البونجا بونجا. ولو تفتكر ان الحكاية يا صديقي انتهت على كده، فحب اعرفك ان فعلا الموسم الاول خلص ولكن بيكون في موسم تاني، فلو عايزنا انزل لك الموسم التاني في اقرب وقت فما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة علشان انزل لك باقي الاجزاء، وتكتب لي في الكومنتات يا بطل نزل الموسم التاني عشان اعرف انك وصلت معايا للحظة دي. وسلام.